السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة عشان نخس صح. وصفة جميلة وسهلة وبسيطة ان شاء الله، ومكوناتها موجودة ان شاء الله وفي تناول الجميع. الوصفة عبارة عن معلقة من بذور الكتان، معلقة كبيرة هتحطيها في كوباية مية، كوباية مية عادية من الفلتر عادي، يعني مش سخنة ولا حاجة. هتسيبيها من 6 ل 8 ساعات، يعني انت ممكن تعمليها بالليل والصبح هتجهزي باقي المكونات عليها وتحطيهم عليها عشان خاطر تشربيها قبل الاكل بنص ساعة. هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها نص معلقة عسل، عسل ابيض او عسل اسود ما يفرقش، بس احنا عايزين نقول للبنكرياس ان في اكل داخلك، في سكريات، في كده داخلك، يعني يعمل حسابه ويستعد للمهام بتاعته. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعصر عليها نص ليمونه عشان خاطر نزود الفايده والقيمه بتاعتها، ان هي تحرق وكمان تسد الجوع. هنشوفوا حبه من فوائد بذور الكتان بالنسبة للتخسيس، فهي بتدي إحساس بالشبع وتنظم الهضم وتمنع الإمساك، تحرق الدهون خاصة دهون البطن، تقلل امتصاص السكريات والدهون، تنظم السكر في الدم، تحسن من التمثيل الغذائي، وزي ما قلنا تتاخد قبل الأكل بنص ساعة. دي وصفة. هنعمل بقى وصفة تانية جنبيها على طول كده هوت، وصفة تتاخد قبل الأكل مباشرة، دي تكمل دي. الوصفة التانية عبارة عن هنجيب كوباية نحط فيها كوباية مية مغلية، هنحط فيها نص معلقة من الكركم، وكمان نص معلقة من القرفة، وهنغطيهم يعني كده لمدة 10 دقايق كده ولا حاجة، لغاية لما المية تهدى، السخونية بتاعتها تهدى يعني، وبعدين هنعصر عليها نص ليمونة. دي بتتاخد قبل الأكل مباشرة. تعمل ايه الوصفة دي؟ بتسد الشهية وتحرق او تزود حرق الدهون في الجسم، بس مع انك تقللي او تمنعي الاحسن المعجنات والمخبوزات. وكمان الوصفة دي تاخديها لمدة 21 يوم، هتنزل لك اكتر من 6 كيلو في ال21 يوم دول، يعني في الاسبوع تقريبا 2 كيلو. استمري عليها وقولي لي النتيجة هتبقى ايه، وان شاء الله تكون النتيجة مرضية بالنسبة لك. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتك ونرضاكي واحساسانك. لو عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.